من نهار هذا عمرك ولا يزيد يخيبك المقروط، راح تولي للاتهم. وزيد الطريقه اللي راح تخليك ديريه في وقفه. اسرار مميزه بمقادير مضبوطه، حتى كميه الماء مضبوطه في هذه الكميه. المهم هذه الوصفه يخدموا بها الحلوجيات، يخدموا بها لي كوموند، تيجي رائع يذوب في الفم. واش نحكي لكم، اروع مقروط ممكن تجربوه. هنبداو بسم الله في المقادير، طريقه التحضير. بس قبل هذا نقول لكم حبوبات، نحبكم ونموت عليكم، ما تنساوش تصليوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونقول لكم حبوباتي، معليش تضغطوا لي على زر لايك هكا باش تطلع لا فيديو تاعي يشوفوا اكبر عدد ممكن من المشاهدين، فضلا وليس امرا. ونقول لكم كذلك لاول مره تشاهد قناتي عالم اسماء يوميه جزائريه، نقول لك حبيبتي ما تبخلينيش من اشتراكك وانضمامك لقناتي، اكيد راح يشرفني وينورني. وهذا هي قناتي الجديده، يعني قناتي الكبيره السابقه مولاتش ملكي. هيا دوكا نبداو مع بعضنا. نبداو اول حاجه في السميد. عندي 3 كيلات تاع السميد، انا خدمت بسميد متوسط، تقدروا تخدموا بالسميد الرطب. المهم هنايا بالنسبه للكيلات ما ديروهمش ممسوحين، ديروهم شويه هكا بومبي، بصح مش بزاف بزاف، راني نعدت لكم. قلت لكم عندي 3 كيلات بومبي شويه. عندي هنايا فنجال تاع الفارينه هنايا راح تخلي لي يعني لاباط تاعي كما يقولوا ما يجيش هذاك المقروط اللي يسيح بزاف، ولا يجي مرمل، يجي يذوب في الفم بنين، وميم طون يجي حاكم روحو، يعني يتشحر الله في العسل كيما تحبوا. وهنايا عندي كيلة مسمن، اي نعم الوصفه القسنطينيه يندار بالسمن. لازم السمن هنايا يكون دافي ما يكونش سخون، فوالا يعني بدا يبرد معنا. وربع كيلة اخرى خليط بين السمن والزيت. نعاود لكم، عندي كيلة تاع السمن دايب وبارد ولا دافي كما نقولوا، وربع كيلة اخرى خليط بين السمن والزيت. دوكا اول سر هنايا راح نخدموه هو ان نحكوا هذاك السميد مع ليدام تاعو بين يديا مليح مليح مليح. في الاول راح تبان لكم بلي الكميه تاع ليدام راهي ناقصه، بصح غير تكملوا يعني كيفاش نقولوا حنايا تحكوا فيه بين يديكم مليح هذاك السميد، راح تحصلوا على عجينه تكون كيما هكا كانه درنا لها الماء، يعني راح تولي عجينه مبلوله معاكم. ونعرفوا هنايا باللي راهو دا حقه مليح مليح هكا باش دخل هذاك اللي داب في السميد، انه نهزو كره ونحطوها نلقاوها باللي يعني ما تحلت ما والو. هنايا نقسموا الكميه على زوج كيما تحبوا، ونجيو نملحوها، ملحوها قل من الخبز ولا الكسره، يعني لازم نملحوه بصح ما نملحوش كيما الكسره والخبز. ونجيبوا كيله بالضبط تاع الماء دافي معاه ماء الزهر. اي نعم هنايا الماء من الاحسن ديروه دافي بصح مش بزاف بزاف، يعني ما يكونش برك بارد من الحنفيه. حاجه اخرى هنايا ديروا الكيله كامله. هنايا راح تبان لكم باللي الماء هذا راهو بزاف، والعجينه تاعكم ولات كامله ماء، ما تخافوا ما والو، لموها برك يعني ما تعجنوش، اتونسيون تعجنوا. وحطوها ولا حطوها بجي، خليوها تريح مليح وهي مبلوله. انايا درتها الصباح خلاص، في الليل يعني خدمته في الليل بديت نشكل فيه، مالفا نخدمه في الليل غدوه الصباح باش نشكله. هذا كذلك سر من اسرار نجاح المقروط هذا، انه نبلوه مش يعني نخليوه يروبوزي وهو مبسس، يعني نخليوه يروبوزي وهو مبلول. هنايا خلاص نروحو دوك هنايا للغرس. الغرس لازم تنقيوه مليح تعجنوه هنايا بالماء وماء الزهر، نقعدو نعجنو فيه حتى يولي طري ويلصق في اليد، يعني ماشي يولي طري خلاص، لكن لازم يولي يلصق لكم شويه في يديكم، لانه الغرس لازم تطريه هكا باش ما يجيكش يابس. درت له شويه تاع السمن دوكا شويه برك، ولا تقدروا ديروا الزبده. ودرت له شويه قرفه مرحيه وشويه قرنفل ولا طيب كما نقولوا حنايا مرحي. ونجي هنايا نعاود نلمو. وهاي ليكم هنايا عندي العجينه هذه تاع التمر ولا كما نقولوا حنايا الغرس. انايا عاده نخدم بهذاك تاع البطانه، لكن المره هذه شراو لي هذاك يعني عادي، هذاك اللي في اللومبالاج. وشنو هي فوتناه في الرحايه، هذا مكان. حاولوا ديروا له شويه زيت وتفاصونيوه ولا تشكلوه حرابش. نجيو للسر الاخر اللي راح يخليك تخدمي المقروط تاعك في وقفه، يعني بطريقه كما نقولوا حنايا بخاتيك وتطبيقيه اكثر. كيما راكم تشوفوا العجينه، شوفوا كيفاش شربت الماء تاعها، الله الله ولات عجينه طريه كيما يحب الخاطر. هنايا ما نضيفوا لها ماء لا والو. هنايا كيما راكم تشوفوا واش نديروا، نقسمها على 5 هذه الكميه. نسيت ما قلت لكمش بلي الكيله اللي استعملتها هذيك تاع الجاري ولا تاع الشوربه تاع عبد واحد، وانتم خدموا كيما تحبوا. دات لي حوالي كيلو ونص تاع السميد، يعني الكميه هذه كامل. المهم ميم با نص بلاك، المهم كيلو وشويه تاع السميد.
هنايا بعد ما نشكلوهم كرات واش نديرو نفس يعني الطريقة نديروها مع الغرس، نقسموه حتى هو مثلا على 5 كرات، لكن لازم يكون الثلث تاع العجين ولا كيما نقولوا ربع العجينة، يعني ما يكونش نصها، حنا مش راح نديروها براج. هنايا واش نديرو نحكمو هادوك الحرابش تاع ولا عفوا هادوك الكرات تاع السميد، نحاولو هكا نروليوهم ونديروهم كيما يقولوا حرابش ولا ديبودا. نفس الشيء بالنسبة لهداك الغرس كيما هكداك. وهنايا نجي نسطح هذاك يعني البودة بالشكل هذا ونحاول نحلو شوية مليح هكا باش من بعد نغلق الأطراف هذاك الغرس اللي نحطه من الداخل بالشكل هذا. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوا طريقه بسيطه. هنايا هذه راح تضمني بلي الغرس راح يجيك في الوسط، ما يجيكش هكا على جهه وجهه، لا لا، الطريقه التقليديه هذيك كون ما تكونش وحده متمرسه، يعني مش راح يجيها الغرس باين كيما نقولوا حنايا في النص. وزيدي دير الوقت بزاف في التشكيل، مالا هادي راكم هنايا ديروا في وقفه تقوني ما تحسوش كامل به. هنايا واش ندير، نحاول نقسم هذاك يعني البودة على زوز ولا على 2 ونجي نحاول نرقق هذا. بالنسبة للارتفاع تاعو يجي مرتفع حوالي شتو قد هذاك المفصل تاع الصبع الأول، يعني الخط تاع الصبع هكا الأول خط في الصبع في أي يد، خاصة أن هذاك 17 هذا هذاك هو العلو، ولا تقيسو قد الحافة ولا قد الارتفاع تاع هاد الطابع. بالنسبة كذلك هنايا للطابع حاولوا تضغطوا شوية هكا باش يعني يهبط معاكم شوية الحبيبة تاع المقروط تهبط معاكم، وكذلك يعني هذيك الرشمة كما نقولوا حنايا تكون باينة في المقروط تاعكم. حاولوا برك تفينيوه هكا على الأطراف. من بعد هنا كما راكم تشوفوا حاولوا تقطعوه يا بسكين يا بهذه الكوبات وقطعوه طول، يعني ما ديريش هكا ما تمشيش الموس هكا رايح جاي، لا لا، قطعيه طول مرة واحدة. زيدي عاودي هنايا عدلي له الحواف تاعو بالشكل هذا وفوتي الموس تحته، وحاولي تهزي الحبات تاع المقراط تاعك بكل سهوله راح يتهزوا معاك. تحبي تعدليه هكا كاش ما تلقاي حاجه مش معدوله عدليه من الاحسن بالكوبات وحطيه في بلاطو. حاولي ترصيهم قدام بعضهم، الجهه تاع الغرس تجي مع جهه تاع الغرس، اما الحواف تاع البلاطو دائما نخدموهم ولا نغلقوا، يعني الحبات اللي فيهم الغرس هكا باين على الحواف نغلقوهم بالعجينه ولا بالحواف بعد تاع هاد لي بودا. انايا دوكا نكمل نشكل هادو كامل باش نولي نطبعهم. برك في الاول نعطيكم كيفاش نطبع، لكن دوك نعاود نشكل هادوك لي بودا يعني ولا عفوا نحشيهم بهذاك الغرس ونحشيهم كامل نحطهم بجيه باه نولي نكمل نخدم خدمتي بطريقه سهله وسريعه. كيما شفتوا قبل انايا ما نطبع نحاول نسطح البودان تاعي ولا الحربوش تاعي. هنايا كيما راكم تشوفوا دوك حطيتهم في البلاطوات. انا راح نطيبو اكيد هنايا في الدار، راح نطيبو على 200 درجة. لازم الفرن يكون ساخن من قبل ندخلو للفرن. اذا الفرن تاعك شتي سخون بزاف نقصيلو حتى ل 180 درجة وخليه يطيب. واش نهي ما تخليش تاني يطيب بزاف بزاف. المقروط حنا قلنا ماما يحب سخانة فوالا. هذا هي. من بعد خلاص نشعلو من الفوق كي نشوفو حمارو الحواف تاعو. هاي ليكم بالنسبة للمروحة ما تشعلوهاش اللي عندهم فرن تاع المروحة طيبوه على الطريقة العادية جدا. المهم انايا نخليه دوكا بعد ما يطيب خليوه يركح في البلاطو حتى يبرد تماما. وتحبوا يعني تخبيوه هكذاك، تحبوا تعسلوا حبيبات اللي تكونوا راح تقدموهم. وهذا مكان نقول لكم صحه فطوركم.